انا بدي انزل مصر وراح اعمل فيها تفجيرات. الوضع هناك غير مستقر وراح يكون لنا لقمة عيش حلوة. تمام، انا راح احجز لك اول طياره تنزل لمصر ونبدا اول عمليه تفجير. تمام، بسرعة. وان شاء الله راح يكون في مصر لنا لقمة عيش حلوة. بقول لك ايه يا حاج عبد الحميد، انا كنت عايز اشتري بقرتين من اللي هم بيحلبوا كتير دول، عارفهم دول يا حاجوك؟ ايوه يا حاج، انت قصدك على البقر الحلاب ده؟ ايوه يا حاجوك. ايوه هو ده يا حاج عبد الحميد، هو ده. ده بيقول لك ان البقر ده يا حاج بيحلب يجي 5 كيلو في اليوم يا حاجوك. الله يا بابا، ده على كده بقى هيبقى عندنا لبن كل يوم. ده مش كده وبس، وهيبقى عندنا زبدة كمان. لا وايه، وهنبيع منها كمان. ايوه يا محمد، ده احنا هنكسب فلوس قد كده. الرجل عشان راح نبدأ أول عملية تبشير في هذه المنطقة. تمام، راح يكون عندك في الحال. يا بختك يا بابا، ده على كده بقى هنبيع لبن كتير وهناكل سمن بلدي. مش كده وبس، لا وكمان هنبيع. طب يا حبايب قلبي، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشترك وتعمل لايك للفيديو، وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. ويا ريت تكتب لنا كومنت حلو زيك كده، ولو مش مشترك في القناه تدخل تشترك وتفعل زر الجرس. حبايب قلبي، السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. انت عارف يا اخي راح تعمل عمل خيري وهتبقى شهيد. ايوه يا شيخنا، فهمنا كل حاجه. تمام، وعارف انك راح تموت شهيد. تمام. انا عايزك راح تاخد هالقنبله وتاخد هالعنوان وتفجر نفسك هناك. تمام يا شيخ. بدي اياك بتوصل وبترجع. جاهز يا اخي؟ راح انا عشان افكر نفسي. طب يلا يا حاج عبد الحميد نتمشى. وبالمره ما تنساش الموضوع اللي انا قلت لك عليه. تمام يا حبوب، هو ده موضوع يتنسي؟ يبقى جهز فلوسك انت بس يا حبوب. ايه ده؟ ما تحاسب يا حمار انت، هو انت اعمى ولا ايه؟ معلش يا حاج عبد الحميد، تلاقيه بس ما خدش باله. ده لو كان وقف يا حاج عبد الحميد كنت اديت له حته علقه. خلاص بقى يا بابا، حصل خير بقى يا بابا. ايه ده؟ بص يا بابا كده على الارض، بص على الارض كده يا بابا. بص على الارض. يا نهار اسود، يا لهوي، قنبله. ده انا مش عايز اموت دلوقتي، حرام عليكم. ده انا عندي جاموسه اهوش ومستناها لما تولد، حرام عليكم يا ولاد الكلب. ودي جت منين القنبله دي يا محمد؟ ايوه يا حاج، الواد اللي كان بيجري من شويه اللي خبط فيا ده وقعت منه. احنا لازم نفصلها دلوقتي لحسن هتنفجر فينا كلنا. طب وهنفصلها ازاي دي يا ابني؟ في سلك من السلوك ال5 دي يا بابا لازم يتقطع علشان خاطر القنبله ما تنفجرش. طب انت عارف يا ابني انت هتفصل انهي سلك فيها؟ استنى بس يا بابا، اما افكر بس انهي سلك اللي بيتقطع. اوعى يا محمد يا ابني تلعب في حاجه غلط والنبي لحسن نموت كلنا. ايوه افتكرت يا بابا. اتشاهدوا بقى بالله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ربنا يستر. الحمد لله القنبله فصلت. الحمد لله، اول مره اشوفك تعمل حاجه صح يا محمد يا ابني. المهم دلوقتي القنبله دي لو كانت مع الواد ده كان بيعمل بيها ايه، او كان هيعمل بيها ايه؟ تعالى يا بابا، تعالى يا حاج عبد الحميد، انا شفت الواد جري من هنا. يلا بينا، يلا يا اخويا.
طب يلا يلا بينا يا محمد يا ابني، يلا بينا. محمد يا ابني، الواد هناك اهو اللي وقع القنبله. طب حد يروح يضربه يا جدعان، ولا يشوف هو جابوا القنبله دي منين. استنى يا بابا، انا هدخل عليه انا. قول لي يلا، جبت القنبله دي منين يلا؟ انا مش هقول لك، انت اصلا منين يعني انت؟ ما هو انت لو ما قلتش انا هموتك. ولا قول يلا لحسن والله ابلعك لسانك. خلاص انا اقول. يلا قول بسرعه. واحد في ارهابي بره مصر حالف يدمرها يسيطر عليها، هيعمل فيها عمليات تفجير، بعتني افجر المكان ده، خبطت الراجل ده وانا ماشي، بوظت كل حاجه انا اعملها. يا نهار اسود، ارهابي وتفجير كمان؟ هو ده اللي ناقص. مكانه فين يلا الارهابي ده؟ انا مش هقول لك عليه عشان قلت لك هيموتني. ما هو انت لو ما قلتش انا اللي هموتك. قاعد هناك في المكان المهجور اللي في اخر الطريق. طب يلا تعالى معايا يلا. هتاخده على فين بس يا محمد يا ابني؟ هربطه في الشجره يا بابا عشان ما يروحش ويقول للارهابي. انزل انا عامل حسابي. اربط يا محمد يا ابني، اربط الارهابي ابن الارهابي ده. يلا يا بابا نمشي من هنا والحكومه تبقى تيجي تاخده. هنروح فين بس يا ابني؟ هنروح فين؟ هنروح للارهابي ده يا بابا ونخلص عليه، امال هنسيبه اما يفجر البلد ونوري له مين هم المصريين. يا لهوي، انت باين عليك عبيط ولا ايه؟ يلا نروح، احنا مالناش دعوه بالكلام ده بيقول لك ارهابي وقنبله. يلا يا ابني بينا نروح، يلا بينا نروح. يا بابا حرام عليك، دي بلدنا برضه. ايه يا بابا، هو انت مش من المصريين ولا ايه؟ اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار، اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوه دمه دمنا، يبقى واحد مننا، ايوه واحد مننا. تصدق يا محمد يا ابني، انا حسيت على دمي. خلاص يلا بينا نروح. استنى انا جاي معاكم، استنوا. انتوا رايحين فين والنبي ما تسيبنيش؟ محمد يا ابني ده باين في اتنين هناك هم. اكيد الناس دي يا بابا معاه، اكيد يا بابا الناس دي معاهم. طب سيبنا عليهم، انا هعرف اتعامل معاهم الارهابيين الكلاب دول. استنى خدني معاك يا حاج، استنى. بقول لك يا حبيبي، ما شفتش بقرة كانت معدية من هنا؟ بقرة؟ ايوه مشيت مننا كده يا حاج. طب خد دي عشان تبقوا تعرفوا تنزلوا مصر تاني. بقول لك ايه يا حبيبي، ألف عيني. كيف ما انفجرت هاي القنبله لهالحين؟ والله هاي تهريج يا شيخ مرقص، يا شيخ عثمان. لا في شيخ مرقص هنا ولا في شيخ عثمان هنا، قول لهم مات يا رحمه. تعالالي يا حبيبي، بقى انت عايز تدمر مصر؟ تعالالي يا حبيبي عشان تبقى تعرف تعمل رجع على مصر. تعالالي يا حبيبي، تعالالي. يا ريتني ما نزلت مصر ولا عرفتها. الله عليكم، ما يلا بقى بينا نمشي. ايه ده؟ الصوت ده؟ يا لهوي، دي باين له يا بابا، دي صوت قنبله يا بابا. يا لهوي، طب اجروا بسرعه. يا لهوي، انا مش عايز اموت. منك لله يا شيخ عثمان، انت والشيخ مقرز.